عربية يعتبر سعرها تحت ال150,000 جنيه، وباور وتكييف وأوتوماتيك وشغالة كل حاجة وشكلها كويس، ويعتبر ماركة أوروبية. العربية دي إيه؟ العربية دي رينو كيلي. رينو كيلي يعتبر عربية من العربيات اللي مهدور حقها في السوق المصري، لأن هي عربية يعتبر بتقدم كل حاجة، موجودة سيدان وموجودة هاتشباك، موجودة مانيوال وموجودة اوتوماتيك، ويعتبر عربية في الفئة السعرية بتاعتها ممتازة جدا. يعني انت العربية دي ممكن تشوفها هاتشباك بالشكل اللي انت شايفه ده، تمام، ويعتبر انا بفضل الهاتشباك، وموجود منها اوتوماتيك. يعني انا كحسن بفضل العربيات الهاتشباك عن السيدان. ليه؟ ما اعرفش، يعني انا لحد الان انا مش عارف سبب، بس انا حتى معظم العربيات اللي انا ركبتها كانت هاتشباك. انا بفضل العربيه الهاتشباك عن السيدان، يعني بحسها صغيره وسهله في الركنه يعني مش عارف، بس انا بفضل العربيات الهاتشباك عن السيدان. فيعتبر النوك كيليو عربيه ممتازه، تشتغل معاك اوبر، تشتغل معاك كريم، تشتغل معاك اندرايف، تشتغل معاك خروجات، تشدها سبور. عربية كويسة، يعني عربية كويسة وشكلها كويس. يعني هي حتى الفوانيس بتاعها تشبه للانسر البومة شوية، يعني واخدة نفس المثلث بتاعها، ويعتبر فئة سعرية كويسة، وقطع غيارها متوفرة ومتاحة. يعني هي من العربيات، ويعني من العربيات اللي هو ولا حد بيشتكي منها ولا حد بيشكر، تحسها عربية غامضة يعني، ولا بنشوف حد بيشكر قوي. يعني هي زي، يعني مش طبعا زي البابا اللي هو التويوتا كرولا، تلاقي ناس طلعت شبه تويوتا ومش عارف ايه والكلام ده والكل، ولا حد برضك بيقول وحش قوي شبه العربيات الصيني شبه الجيلي والكلام ده كله. يعني هي عربيه متوسطه، ولا حد بيطلع بيها السما ولا حد نزل بيها الارض. فهي عربيه تنفع لو انت عايز تبتدي بحاجه لسه فاهم، اقتصاديه وصغيره وشيك وتصد معاك في المشاوير. فالنهارده الرينو كيلي يعتبر عربيه بتوفر لك كل دوت، اقتصاديه في البنزين، العفشه بتاعتها كويسه، باور، تكييف، وفي منها نسخ اوتوماتيك للناس اللي بتحب الاوتوماتيك. فهي عربيه في العموم كويسه، يعني انت ما تقدرش ان انت تحكم ان هي عربيه وحشه. انت لو معاك 150 الف جنيه هتجيب رينو كيليو، ولو في حاجه افضل اكتب لنا في الكومنتات. انا حسن ناصر، وده محتوى عربيات.